انت عامل رعب للقاره كلها، خلي بالك. يقول لك الكاف أجل نظر الطعن اللي مقدمه النادي الأهلي لأجل غير مسمى. يا مهزأ الكاف، اضحك مع قناة الأهلي في بداية الموسم ومع أحمد شوبير. شوف أحمد شوبير والضيف ويقول لك إيه. الأهلي فريق مرعب. اقوى فرقه في افريقيا دلوقتي النادي نعم. الاهلي. انت عامل رعب للقاره كلها، خلي بالك. الناس اقوى فرقه مخضوضة كلها منك دلوقتي يعني. مخضوضه. نعم. وحتى المنافسين يقول لك ايه ده، احنا يعني مع الاسماء دي احنا هنعمل ايه؟ نعم. طب هو الأهلي عمل إيه؟ أبت سجح أبت سجح أبت سجح أبت سجح أبت سجح أبت سجح أبت سجح. كان في حملة معمولة من جمهور الأهلي وسوشيال ميديا الأهلي إن ليه المخرجين ما بيفتحوش الصوت على جمهور النادي الأهلي. فإحنا قررنا النهاردة نفتح الصوت والميكروفونات والكاميرات على جمهور النادي الأهلي. يلا بينا نشوف النتيجة كانت إيه. فريقين النهارده بتعيط ودموعك غاليه النهارده. كان المفروض ما يلعبش تحفظها، معلش. انت مش جاي تلعب طول المباراه، ما جيت المباراه تحفظها. انت بتلعب تحفظها ازاي مع فريق جامد، فريق عنده اقوى دفاع؟ انت المفروض الجهاز الفني والاداره تجلب عليه وتمشيه. بهاء ابني، سلم على عمك يا بهاء. اهلا يا بهاء، اهلا اهلا، ازيك يا حبيبي؟ ازيك اخبارك؟ عامل ايه؟ يا مالك مخستع كده، مش تشرب؟ ما مش ايه بهاء؟ ما تقعد اقعد يا بهاء، اقعد. عارف بهاء ده كويس يعني. شد حيلك يا بهاء عشان تبقى زي بابا وعمه كده، شد. اشوف حاجه تشربوها واسيبكم تتكلموا مع بعض. يا عبد الستار، دي كانت النتيجة. يا ابني ما تقارنش نفسك بالمدرج رقم 1 في مصر والوطن العربي وأفريقيا. في فرق شاسع، فرق كبير. اعرف مقاسك يا صغنن. مدرج رقم 1 في الوطن العربي هو جمهور الزمالك. هو الظاهرة محمد هاني اللي بيختاره حسام حسن كباك يمين أساسي. هو بعيدا إن هو لسه ناشئ، متنسوش أول مرة يعمل كوارث دفاعية وأخطاء دفاعية ويجيب هاندبول محسوبة بقى مش محسوبة على حسب الحكم وضميره. واحنا حكامنا ضميرهم صحيين في رمضان وقبل رمضان. بس هو الأهلي بيعمل إيه في رمضان؟ الفيديو ده إهداء للأخ حسام حسن وإهداء للجان جمال جبر ولجان الأهلي بمناسبة الناشئ محمد هاني. ساخر الخلف، ممكن العرضية، هذه الرأسية برين. اوه سهلة إلى محمد الشناوي، سهلة إلى محمد الشناوي. في كلام طالع من لجان جمال جبر ان السيد زيزو هو كابوسكم يا زملكاويه، وكلام كلام صغار، كلام لجان، سكريبت بتوزع من جمال جبر. طب انا هرد عليكم يا لجان؟ لا والله يا ابن الموقوسه، يا موقوس يا ابن الموقوسه يا لجنه، مش هرد عليكم. امال مين؟ ابو الدهب اللي هيرد عليك. لو انت بتتكلم على اسباب فنيه، في لعيبه كتير ما تلعبش، زي زيزو ما لعبش بقاله فتره مش كويس ومش في تحسن ومش هيديك حاجه. يعني لما حسين الشحات بينزل بيأدي بشكل محترم، وده اللي احنا بنشوفه، وده احسن من اي حد يلعب في الحته دي. خلاص سمعت كلام ابو الدهب؟ ده ابو الدهب يقول لك لازم يركن وينزل. مين بقى؟ اللاعب اللي يسب الدين، استغفر الله، حسين الشحات، وتوقف ماتشين، مش كده؟ والعقوبة بتاعة كابتن علي فتحي المدرب اتوقف عشان بيقول لكم انتوا فرقة ملط. انتوا مش فرقة ملط، فرقة عريانة. اسمع يا حمادة، اسمع، عشان لو قلت لك ان النادي الاهلي فيه مسؤولين مرتبطين بأندية مع الكيان والكلام ده كله مش هتصدقني. لكن الاعتراف ده من صحفي اهلاوي بيتكلم عن
حاجة مهمة جدا جدا في فضيحة مدوية عشان تعرف الكلام يا حمادة إن ناديكو أصل الماسونية. كان الاهلي عامل نادي لوينز الاهلي. انديه لوينز وروتر والانرويل والانتر اكت والانديه دي انديه ماسونيه صهيونيه. رئيسه مين؟ رئيسه ياسين منصور، بس القيعي هو رقم 2. فكلمت مهندس عادل القيعي كان في مكتبه، قلت له على فكره الانديه دي انديه ماسونيه صهيونيه ولا يجب ان يرتبط اسم النادي الاهلي بهذه الانديه. فانا عمال اكلمه وبكل حماس، وهو انا شايف عينيه بيقول ايه الراجل عيل ابن دين مش عارف ابن 60 ابن 70 ابن 90. طب في الاخر قال لي طب هنشوف الموضوع ده بعدين. قلت له طب ماشي اوكي. بعتوا لي واحد يعرض عليا رشوه، فخلوا سكرتيرة ياسين تكلمني عشان اروح له. فرحت له، فانا وقتها معيش عربيه، فياسين يقول لي عربيتك؟ قلت له ما بعرفش اسوق. طب ايه رايك في اوبل ولا مش عارف ايه ولا كده، ونعمل لك تخفيضات ونعمل لك كذا وكذا وكذا. فقام فاتح الباب الخشب ده وداخل، ولقيته بيقول واحد ده حمار ده مش فاهم، عمال الاغيه يقول لي ما بعرفش اسوق ومش عارف ايه وكلام من ده. سمعت يا لجنة يا ابن اللجنة؟ لسه برضو مش عايز تفهم ولا عمرك هتفهم لأنك مأجور. تعالوا بينا بس كده نسمع إيهاب الخطيب لجنة جمال جبر وهو بيقدم ضحك، ما بيقدمش معلومات، ما بيقدمش خبر، لا لا لا، بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، واثق قوي من نفسه. اسمع يا هلا، اسمع يا حماده. حامد حمدان اهلاوي. ايه يا عم الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حامد حمدان اهلاوي على مسؤوليتي الشخصيه. صلاة ده كده مطرت مش مدعت. ها صلاة النبي يعني. انت عايزها تندع؟ ها كده مطرت. مطرت على عم. لا دي صفقات. انا على فكره ده استغلال، ده اسمه استغلال للظروف. حامد حمدان اهلاوي. سجل يا كابتن مهيب. يا فرحتك يا اسامه يا حسني، بس انا قلت لك يا اسامه اهلاوي. ما هو اما رمالها لك كان لازم تلقط انت. لا بس انت لقطت. لا. طيب بعد ظهور حامد حمدان في البطوله العربيه بهذا الشكل كان هناك تحرك سريع من النادي الاهلي ان فهمتوا؟ هم عايشين على المكايده، عايشين على البوم طخ. والصحفيين يا جماعه بيشتغلوش صحافه، بيشتغلوا بوم طخ، بوم قطيع.